تعيش جماعة تلوين بإقليم ترودانت هذه الأيام على إيقاع واحد من أبرز المواعيد الفلاحية وطنيا ودوليا، حيث انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للزعفران في نسخته 16، وهو الحدث الذي أصبح علامة مضيئة في مجال تثمين المنتجات المجالية ودعم الاقتصاد المحلي. وقد أشرف عامل إقليم ترودانت مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على افتتاح المهرجان، حيث قام بجولة عبر المعرض الدولي الذي امتلأت أروقته بعروض متنوعة تعكس غنى هذا القطاع ومكانته. قد شهدت الأروقة مشاركة واسعة للتعاونيات النسوية والجمعيات الفلاحية والمنتجين الذين قدموا أفخر أنواع الزعفران ومشتقاته وصناعات مرتبطة به. وتعد تلوين ومعها منطقة سكتانا قلب الإنتاج الوطني للزعفران، حيث تمتلك خبرة تاريخية في زراعته وجنيه ومعالجته، وهو ما يمنحها موقعا رياديا على المستوى العالمي. ويتيح هذا المهرجان فرصة للتعريف بجودة الزعفران المغربي وتعزيز حضور التعاونيات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين. وترافق الحدث بأجواء فلاحية احتفالية تعبق برائحة الزعفران الأصيل وتجسد ارتباط الإنسان بالأرض، فيما يشكل المعرض فضاء اقتصاديا وثقافيا يبرز جهود الفلاحين والمؤسسات في تطوير سلسلة إنتاج هذه النبتة الذهبية التي أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في الطبخ المغربي والعالمي والصناعات التجميلية والطب التقليدي. ويؤكد هذا الموعد الدولي الدور المحوري لتلوين في صناعة مستقبل الزعفران المغربي وتعزيز مكانته ضمن المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة، في وقت يواصل فيه الفاعلون المحليون العمل على ترسيخ صورة المنطقة كوجهة عالمية لهذا الكنز الطبيعي. الله يعطيك الصحة، نتمناو ان شاء الله خلاف الخير وخلاف الخير الجزاء. انتما منين جيتو؟ لا من طاطا. طاطا. تعاونية الثانية. مرحبا، كيف لاباس؟ كي سميتك؟ بارك على سيسو. شنو بغيت تقول سيسو؟ لا لا تفضل تفضل. يلا ارفع الصوت ديالك. أيا معشر العرب بالله خبروا عن مغرب احتار عشاقه، كيف يصف ويعبر صحراء جبل أم بحر، كلها في أرضه ذر يستحق الغوص وبه الدفر. بالله لزائر كيف يهوى الدفن في شبر صحرائه ويعشق الغرق مقبلا على بحره. أصيل مغرب أمازيغ وعرب نصفان لبدره. أصيل مغربنا ناهيك عن النسب، مغرب العز والكرم وماد الأدب، فإن شككت فاسأل الحوز في زلزاله. أيا معشر العرب خبروا التاريخ أن ما كان بصمناه، وما سيكون في كنف ملوك العلا صنعناه. تلميذ مؤسسة تلوين القصبة. ياك تبارك الله عليك. لا تخليش انا زيد من تصوير معايا شويه.